مرحبا فيكم من جديد في قناتي. اليوم وصفتنا جدا لذيذة، مافن شوكلت دبل شوكلت، مرة لذيذ وما يحتاج لا خلاط ولا شيء، كل المكونات فوق بعضها وعلى طول على الفرن. أول شيء جدا سهل ويجنن قليلة عليه، إدمان هذه الطريقة بالذات أحلى وأسهل طريقة ممكن تجربونها وألذها، طعمه بين البراونيز والكب كيك. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس. راح نحتاج بالبداية حبتين بيض بدرجة حرارة الغرفة، بعد كذا راح انزل عليهم السكر. حطيت هنا نصف كوب سكر، بعد كذا راح اضيف نصف كوب حليب دافي وابدأ اخلطهم كويس مع بعض. بعد كذا حطيت ملعقة كبيرة فانيليا، نصف كوب زبدة أو زيت، طبعا الزبدة بيكون طعمها أفضل. نخلطهم كويس مع بعض. بعدين راح أحط على كوب الدقيق ملعقة وربع كبيرة من البيكنج باودر وأنخلهم كويس مع بعض. أنزلهم على الخليط السائل وأبدأ أحرك فيه شوي شوي. بعد كذا راح أضيف نصف كوب كاكاو بودرة وأخلطهم شوية، ما راح أطول بالخلط كثير، مجرد ما تختفي المكونات خلاص. بعد كذا راح أضيف شوكولات شيبس، حطيت هنا نصف كوب شوكولات وأقلبهم شوية مع بعض وخلاص تصير جاهزة أن ندخلها الفرن. أوزعها بالقوالب وخلاص كذا تكون جاهزة. أدخلها الفرن من تحت تقريبا 20 دقيقة، ما راح تطول، مرة خلصت بسرعة وريحتها عبت البيت، مرة مجنونة. بعد ما طلعتها هنا مرة خطير الطعم، لازم تجربون هذه الوصفة. اللي يجربها يكتب لي تحت في التعليقات وقولوا لي رأيكم، مرة خطيرة، لا تفوتكم هذه الوصفة، جدا لذيذة ومرة سهلة، ما أخذت وقت. وبكذا خلصت وصفتنا اليوم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وباي باي.